هلا وكل الهلا بيكم حبايب قلبي، نورتوا قناة ملاك من جديد بموضوعنا اليوم اللي يعتبر التحدي الأكبر لكل عائلة، وهو شلون نرجع ننظم نومنا ونرتب حياتنا بعد هوسة رمضان والسهر الطويل. وأول شي لازم نعرفه وبقوة وبتحفيز إن النوم مو بس راحة، هو المحرك الأساسي لجمالك وصحتك ونشاطك. وإذا ما سيطرتي على نومك اليوم راح تضيعين طاقتك وقدرتك على التدبير باجر، فخليكي قوية ومستعدة للتغيير الفوري، لأن الوقت هو أغلى شملك، والاستيقاظ المبكر هو أول خطوة نحو بناء مملكتك السعيدة والناجحة بكل المقاييس. واليوم حبيت أشارككم خطتي السحرية اللي راح ترجعنا للمسار الصحيح بكل سلاسة وهدوء وبدون تعب جسدي أو نفسي، لأن التنظيم يبدأ من العقل ومن الإرادة القوية. وأول خطوة لازم نطبقها هي قطع السهر تدريجيا، يعني ما يصير ننام الفجر ونريد نقعد الصبح بنشاط، لازم نبدأ بتقديم ما يوايد النوم ساعة كل ليلة لحد ما نوصل للوقت المثالي اللي يخلينا نشبع نوم ونقعد، وهي صلاة الفجر والبركة اللي تنزل بهذا الوقت. وملاك البيت الشاطرة هي اللي تعرف إن ترتيب غرفة النوم وتهيئتها بالأجواء الهادئة والبعيدة عن ضوضاء الموبايلات والأجهزة الإلكترونية هي اللي تساعد الجسم يفرز هرمونات الراحة والاسترخاء. وأريدكم دائما تذكرون إن النظام هو أساس النجاح في كل شيء، ومن ضمنها إدارة مصروف البيت وتوفير المال، لأنك لما تقعدين مبكرة راح يكون عندك وقت كافي تخطين وتطبخين وتديرين أمورك بدون استعجال، يخليكي تصرفين فلوس زايدة على الجاهز أو المسواك العشوائي. والذكاء في تنظيم الوقت بعد رمضان هو اللي يرجع لك هيبتك وسيطرتك الكاملة على روتينك اليومي المزدحم بالمهام والمسؤوليات الكبيرة تجاه عائلتك وأطفالك اللي يحتاجون منك القدوة في الانضباط والنشاط الدائم. وخلونا نبدأ بتقليل الكافيين والمنبهات في وقت متأخر من الليل، ونستبدلها بمشروبات دافئة ومهدئة للأعصاب تعطينا شعور بالراحة والسكينة اللي تسبق النوم العميق والمريح. وتأكدوا إن الالتزام بهذا الجدول الجديد راح يغير نظرتكم للحياة ويخليكم تحسون بفرق كبير في جودة يومكم وإنتاجيتكم العالية بكل زاوية من زوايا البيت الدافئة. وبقناتنا ملاك راح نبقى دائما نسند بعضنا البعض بالأفكار والمقترحات اللي تسهل علينا كل صعب وتخلينا نعيش حياة كريمة ومنظمة ومملوءة بالحب والرضا والنجاح المستمر في كل المجالات المنزلية والعملية. وأنا كل ثقة إنكم راح تنجون في هذا الاختبار وترجعون أحسن من قبل، لأنكم نساء مبدعات ومدبرات بالفطرة وتحبون الخير لبيوتكم وأولادكم، وتعرفون قيمة الاستقرار النفسي والمادي اللي يجي من وراء النظام والترتيب الدقيق لكل ثانية في يومكم المبارك. وإن شاء الله أيامنا الجاية كلها خير وبركة ونشاط ورزق واسع ومستمر لا ينقطع أبدا بفضل الله وتوفيقه الدائم لنا في كل خطوة نخطوها نحو التغيير الإيجابي وبناء الذات وتطوير المهارات المنزلية والتدبيرية بأسلوبنا الخاص والمميز اللي نفتخر به دائما وأبدا يا رب العالمين. المفتاح السحري لاسترجاع نشاطنا وقوتنا وهو شلون نكسر قيود السهر وننظم نومنا بعد رمضان، لأن السهر هو العدو الأول لجمالك وتركيزك وتدبيرك المنزلي. وإذا ما وقفتي وقفة حازمة مع نفسك اليوم راح تظلين بداخل دوامة التعب والإرهاق اللي تأثر على قراراتك المالية
وعلى نفسيتك بالبيت. فخليكي ملك ببيتك وسيطري على ساعتك البيولوجية بقوة وعزيمة. لاتلين والسر اللي لازم تعرفينه هو إن القعدة من الصبح هي اللي تجيب الرزق والبركة وتخليك تخلصين شغل بيتك بلمح البصر، وتوفرين وقت لنفسك ولأولادك وحتى لمتابعة ميزانيتك بدقة وهدوء. واليوم راح نطبق خطوات عملية تبدأ بتغيير روتين المساء تماما، يعني ممنوع الكافيين والشاي بعد الساعة 6 العصر، ونستبدلهم بهدوء الأعصاب وقراءة كتاب أو الاستماع لشيء يريح النفس والبال. ولازم نحدد موعد ثابت للنوم حتى لو ما جاج النوم. بالبداية الالتزام بالوقت هو اللي يعلم جسمك الانضباط والهدوء والسكينة. من الأشياء اللي تساعدني دائما هي تعطير الغرفة بروائح هادئة وتعتيم الإضاءة تماما والابتعاد عن الموبايل قبل النوم بساعة كاملة، لأن الإضاءة الزرقاء هي اللي تطير النوم وتخلي العقل شغال وتعبان. والتدبير الحقيقي يبدأ لما تقعدين الفجر وتصلين وتشوفين الشغل ينتظرك بكل حب ونشاط، وتسوين أحلى ريوق عائلي وبأقل التكاليف، لأنت خططتي إله من الليل وما ضيعتي وقتك بالسهر على المسلسلات أو السوالف اللي ما منها فايدة. والذكاء الأنثوي هو إنك توازنين بين راحتك الجسدية وبين مهامك العظيمة في إدارة مملكتك الصغيرة اللي هي أغلى ما تملكين. وأريدكم دائما فخورين بأنفسكم وبقدرتكم على التغيير الإيجابي مهما كانت الظروف. والتعود على النوم المبكر هو استثمار في صحتك وفي جيبك أيضا، لأنك راح تكونين واعية لكل فلس تصرفينه وما تنجرفين وراء التعب اللي يخليك تطلبين أكل جاهز أو تهملين ميزانيتك الشهرية. وأنا بقناتي ملاك دائما راح أكون السند والدافع اللي يخليكم تتقدمون للأمام وتصيرون أحسن نسخة من أنفسكم بكل حب وصدق وأمانة، ونبني سوا مجتمع نسائي واعي يعرف قيمة الوقت وقيمة الصحة وقيمة التدبير المنزلي الراقي والرزين. واليوم أريد منكم تبدأون فورا بتطبيق خطة الالتزام بالنوم، وتشاركوني بالتعليقات شنو هي الصعوبات اللي تواجهكم حتى نحلها سوا ونبقى دائما يد واحدة في طريق النجاح والتميز والازدهار والبركة اللي تملأ بيوتنا وحياتنا بذكر الله وبالعمل أي صالح المتقن والمستمر. يا أغلى وأحلى عائلة في اليوتيوب والرزق يحب السعي والنظام والهدوء النفسي اللي يجي من وراء النوم الكافي والمنظم. والحمد لله على كل حال وفي كل حين يا رب. اجعل أيامنا كلها نشاط وحيوية وتدبير حكيم يرضيك عنا، ويسعد قلوبنا وقلوب عوائلنا الغالية، ويوفقنا لكل خير وصلاح وفلاح دائم ومستمر في كل خطوة نخطوها بمحبة وإخلاص وتفاني مع السمنزي والتربوي والمالي المتقن والرزين يا رب العالمين. طيب العملية اللي راح طبقها سوية يا متابعات قناة ملاك الغالية تبدأ بقرار حاسم وشجاع، وهو منع القيلولة النهارية نهائيا حتى لو حسيتي بتعب شديد. قومي وطلعي اشتغلي بالبيت أو سوي أي نشاط يخليكي مستيقظة لحد الليل. والخطوة الثانية هي تقديم موعد وجبة العشاء بحيث تكون خفيفة وقبل النوم ب3 ساعات على الأقل حتى يرتاح الجهاز الهضمي وما يضل العقل شغال بالهضم ويطير النوم. ومن أسرار النجاح في تنظيم الساعة البيولوجية هي تعريض العيون لضوء الشمس الصباحي فور الاستيقاظ، لأن هذا يعطي إشارة للدماغ إن النهار بدأ ويبدأ الجسم يضبط إفرازه الهرمونات بشكل تلقائي. والخطوة الثالثة والمهمة هي تهيئة بيئة النوم وتحويل الغرفة
لمكان مقدس للراحة فقط، يعني نطلع التلفزيون والموبايل ونخلي الإضاءة خافتة جدا، ونستخدم روائح مهدئة مثل اللافندر اللي يساعد على الاسترخاء العميق والخطوة. الرابعة هي الالتزام بموعد ثابت للاستيقاظ حتى في أيام العطل، لأن الجسم يحب النظام ويكره العشوائية. وإذا قعدتي يومية الساعة 6 الصبح، صدقيني بعد أسبوع راح تلقين نفسك تقعدين قبل المنبه بكل نشاط وحيوية. والخطوة الخامسة هي تقليل السوائل قبل النوم بساعة لتجنب الاستيقاظ المتكرر اللي يقطع دورة النوم ويخليك تقعدين تعبانة ومالك خلق لشغل البيت والتدبير. والخطوة السادسة هي ممارسة تمارين استرخاء بسيطة أو قراءة أذكار النوم بهدوء ويقين، لأن الراحة النفسية هي أساس النوم العميق. والخطوة السابعة هي تجنب النقاشات الحادة أو التفكير في مشاكل الميزانية والمصاريف قبل النوم، وخلي هذا الوقت فقط لراحة عقلك وجسمك. والخطوة الثامنة هي الاستعانة بالدش الدافئ قبل الدخول للفراش، لأنه يساعد على خفض درجة حرارة الجسم ويهيئك للنوم السريع. والخطوة التاسعة هي كتابة مهام اليوم التالي في ورقة قبل النوم حتى تفرغين عقلك من التفكير المستمر والقلق من نسيان، وتنامين وأنت مرتاحة ومطمئنة إن كل شيء تحت السيطرة. والخطوة العاشرة هي الصبر والاستمرارية، لأن الجسم يحتاج من 3 إلى 7 أيام حتى يتأقلم مع النظام الجديد. فما ريدك تستسلمين من أول ليلة وتقولين ما أقدر، لأنتي ملاك وقوية وقادرة تصنعين التغيير اللي يخدمك ويخدم عائلتك ويخليكي دائما في القمة وبأعلى درجات النشاط والتدبير. المنزل الراقي والرزين اللي تعودنا عليه في قناتنا المبدعة والناجحة بوجودكم وتفاعلكم الدائم يا رب العالمين. والخطوة الحادية عشرة يا خواتي الغاليات في قناة ملاكي الاهتمام بنوعية العشاء، بحيث نبتعد عن المقليات والسكريات اللي ترفع طاقة الجسم وتخلينا سهرانين، ونستبدلها بوجبة خفيفة مثل الروب أو التمر واللبن اللي يساعد على تهدئة الأعصاب. والخطوة الثانية عشرة هي جنب شرب الماء بكميات كبيرة قبل النوم مباشرة حتى ما يتقطع نومنا بسبب استيقاظ المتكرر ونفقد جودة الراحة العميقة. والخطوة الثالثة عشرة هي لبس ملابس قطنية مريحة وواسعة تساعد الجسم يتنفس وتخلي درجة حرارته معتدلة ومناسبة للدخول في سبات عميق. والخطوة الرابعة عشرة هي ضرورة إبعاد الموبايل عن السرير بمسافة لا تقل عن 2 متر حتى نتجنب الإشعاعات والقلق اللي يسببه انتظار الإشعارات والرسائل. والخطوة الخامسة عشرة هي ممارسة تمرين التنفس العميق، يعني تاخذين شهيق طويل وتطلعين ببطء 10 مرات، وهذا راح يرسل إشارة فورية للدماغ بالاسترخاء وترك كل هموم التدبير والميزانية لبعدين. والخطوة السادسة عشرة هي قراءة سورة الملك والتحصينات اليومية اللي تعطي شعور بالأمان والسكينة الروحية. والخطوة السابعة عشرة هي التأكد من تهوية الغرفة بشكل جيد قبل النوم، لأن الأكسجين المتجدد يساعد على النوم الهادئ والصحي. والخطوة الثامنة عشرة هي عدم التفكير في مشاكل اليوم أو خلافات العمل أو المنزل، وخلي شعارك إن باجر يوم جديد ورزق جديد وتدبير جديد بإذن الله. والخطوة التاسعة عشرة هي استخدام وسادة مريحة تدعم الرقبة والظهر حتى تقعدي